ضحى بنت بسيطة ما كانتش مؤمنة بوجود الجن واتريقت عليهم لغاية ما عرفت ان القرية اللي عايشة فيها متسلط عليها قبيلة من الجن، والجن ده يبقى من ذرية ابليس، عشان كده بيكرهوا البشر وعايزين ينتقموا منهم، فبيستغلوا نساء وبنات القرية عشان يخلفوا لهم ذرية نصها بشري والنص التاني جن. ايه اللي هيحصل لضحى واهل القرية؟ هنعرف في ملخص النهاردة. جاهزين؟ يلا بينا. بيبدأ الفيلم في قرية تركية وبنشوف ست بتحط سكينة على جسد شخص متوفي ومتغطي بالكفن، بعدها بتقرأ سورة الملك، وبره المنزل اللي فيه المتوفي بنشوف شخص معاق اسمه يعقوب كان جاي يعزي وبيتصرف كأنه شايف حاجة مرعبة محدش شايفها غيره، لأنه شايف كتلة نور طالعة من منزل المتوفي وبتطلع للسما وتختفي، وبنعرف ان المتوفي يبقى بنت شابة جميلة الجن كان متسلط عليها وحملت منه بعد ما اعتدى عليها، ولما جه وقت الولادة ماتت وهي بتولد، والجن حضر وخد الجنين واختفى، والجنين ده هو كتلة النور اللي يعقوب لسه شايفها دلوقتي. بنسيب يعقوب وبنروح لشوية بنات قاعدين في بيت صاحبتهم ضحى وكانوا بيكلموا عن الجن اللي متسلط عليهم، وواحدة منهم بتقول بعد ما ابوها مات الجن اتسلط على امها وبقت تعمل حاجات غريبة وبتحلم بكوابيس وكمان بتمشي وهي نايمة، حتى انها كانت بتقعد في غرفتها تتكلم مع جوزها الميت وكأنها شايفاه، ولما بندخل عليها الغرفة بنلاقيها قاعدة على السرير وبصة للسقف وساكتة، فودوها للشيخ المعالج وقال لهم ان في جن متسلط عليها بسبب الحزن والوحدة، والجن ده بيلعب بعقلها وبيظهر لها على شكل جوزها الميت ولازم تتعالج والا عقلها هيذهب، وفضلت تتابع مع الشيخ لغاية ما عالجها وبقت كويسة، ودلوقتي الجن موجود وسط البنات وبيسمع حديثهم وهم بيكلموا عن قبيلة من الجن استحوذت على بنات القرية وخلتهم يحملوا، وضحى بتفضل تتريق على البنات اللي ماتت ومش مصدقة الكلام اللي اهل القرية بيقولوه واللي قالوا فيه ان الجن استحوذ على بنتهم وحملت منه بس بطنها مش بتكبر ولا حتى فيها جنين، وطبعا الكلام ده غريب، عشان كده ضحى بتتريق عليهم وبتقول ازاي عرفوا انها حامل وبطنها ما كبرتش اثناء فترات الحمل وكمان ما فيهاش جنين، وازاي ولدت وماتت وهي بتولد مع ان بطنها ما فيهاش جنين. ضحى بتفضل تتكلم على الميتة كلام مش مناسب وبتقول ان اكيد اهلها خلصوا عليها عشان هي عملت حاجة غلط ولزقوها في الجن عشان اهل القرية جاهلين وبيصدقوا الخرافات، ومن الواضح انهم ما عندهمش حاجة اسمها حرمة الميت واذكروا محاسن موتاكم، وهم بيكلموا النور بيقطع فجأة وطبعا بيخافوا عشان بيكلموا عن الجن وبينوروا بكشافات تليفوناتهم، وضحى بتسيبهم وتدخل المطبخ والجن كان بيراقبها، والبنات بيحسوا بهوا ونفس جنبهم وخبط كتير في كل مكان وبيندهوا على ضحى وبيشوفوها داخله بلمبه الجاز وشكلها مرعب، بيفضلوا يصوتوا ويندهوا على اي حد ينقذهم، بس بعد كده بيعرفوا ان ضحى عامله فيهم مقلب، وصديقتها زينب بتدعي عليها وبتقول لها ربنا يعاقبك باللي تستحقيه عشان كنت هتموتينا من الخوف، والاختين بيقرروا يروحوا بس ضحى بتوقف زينب وبتقول لها بلاش تصدقي الكلام اللي بيتقال في القرية عشان ده كلام مش معقول، وزينب بتقول لها ان يعقوب هو السبب في الحاجات الوحشة اللي بتحصل للقرية بسبب الاعمال والسحر اللي بيعملهم، وضحى بتقول لها سيبك من الكلام ده، وبتعرفها انها رايحة بكرة عشان تقابل صديقها اسحاق، وبعد ما اصحابها بيمشوا ضحى كانت قاعدة لوحدها عشان ابوها وامها بيعزوا في البنت اللي ماتت في حادثة الجن واللي اخبارها انتشرت عندهم في القرية. ضحى كانت طالعة لأوضتها بس بتسمع صوت امها بتنده عليها وبتقول لها تفتح لها الباب، بتفتح الباب ومش بتلاقي حد، وكانت سامعة صوت امها وابوها بيكلموا بس هي مش شايفاهم، وبتعتقد ان اصحابها بيخوفوها وبيردوا لها المقلب، بس طبعا اللي بيحصل مش من اصدقائها، ده الجن اللي هيتسلط عليها وهيحول حياتها لفيلم رعب عشان يثبت لها انهم موجودين وان البنت اللي ماتت كانت حامل فعلا في ابن الجن. ضحى لما مش بتلاقي حد بتدخل البيت بس المرة دي بتخاف بجد لما بتسمع صوت خربشة وخبط كتير في المكان، وبتنزل تاني وبتسأل مين اللي في البيت وتدخل الصالون وبتسمع ست بتقول انتي اللي جنيتي على نفسك، وساعتها الباب يتقفل لوحده ومن خوفها بتجري بسرعة عند الباب وبتحاول تفتحه بس مش بيفتح، فبتتصل بأمها ومش بترد عليها، بترجع تاني تفتح
تفتح الباب، بس الأول بتستعيذ بالله من الشيطان وتهدي نفسها، فالباب بيفتح بكل سهولة وبتقول فضلت أقول لهم مفيش جن أديني اتغرست، وبتقول لعنتوس على الحالة اللي وصلت لها، تقصد الخوف يعني، وبتتصل بأمها وتسألها هتيجي امتى. أمها بتقول لها بعد ساعة. بعدها بتسمع صوت يعقوب قاعد عند الباب فتنده عليه وكان رافض يروح لها، بس بعد إصرارها بتنده عليه وبيجيلها وبتسأله لو شاف حد دخل البيت من شوية، بيقول لها لأ، فبتقول له الناس بتقول عليك انت بتقدر تشوف حاجات احنا مش شايفينها، وبتشده جوه البيت عشان يشوف لو في حاجة كده ولا كده، وبتدخله البيت وتقفل عليه. ويعقوب كان شكله خايف لانه فعلا بيشوف الجن، وبعد ما بيطلع بتسأله شفت حاجة، مش بيرد عليها وبيجري بسرعة. وزينب بتدخل البيت وبتجرب الباب وبتلاقيه بيفتح ويقفل عادي خالص، ولما تدخل اوضتها الجن بيبدأ يتسلط عليها وبتحس بالإرهاق والشرود. وبعد ما أمها وأبوها بيجوا من العزاء أمها بتطلع تطمن عليها وتقفل النور، وضحى كانت قاعدة في غرفتها وحاسة إن في حاجة بتحوم حواليها في المكان وحاجة بتسيطر على جسمها كأنه شلل النوم. بنرجع لأمها وأبوها وكانوا بيتكلموا عن قريتهم، والأب بيقول إنهم عايشين وسط الجبال والصخور اللي بتكون برضو مساكن الجن، بس برضو الكلام المنتشر في القرية مش معقول وأكيد صدفة. وخديجة أم ضحى بتقوله مش معقول تكون صدفة، المرة دي بنت الحاج مصطفى وقبل كده بنتين تانيين حصلت لهم نفس الحالة وحملوا من الجن، وبتقوله لو كانت صدفة ما كانش أهالي البنات اللي ماتوا قالوا إنه بناتهم حوامل، يعني مش معقول هيفضحوا نفسهم. وأبو ضحى بيقول لها طالما البنات حامل من الجن ليه بطنهم مش بتكبر زي أي حامل، فبتقوله ما هي دي بقى الحاجة الخارقة للطبيعة، وده اللي بيأكد إن البنات حملت من الجن. فبيقول لها انت بتقولي أي هبل في الجبل، وبينام وبيسيبها تتكلم. أما بنتهم ضحى كانت في غرفتها ودخلت في حالة من الاستحواذ وتسلط من الجن لأنه بيعتدي عليها وكانت حاسة كأنها مشلولة. أما يعقوب كان واقف عند بيتها وبيبص على صورتها، وبعد شوية ضحى بتفوق من حالة الاستحواذ بس كانت خايفة وبتترعش، ويعقوب بيشوف الجن وهو خارج وكان عمال يتمتم بكلام غريب وبيشاور على صورة ضحى كأنه بيقوله ملكش دعوة بيها وسيبها في حالها. وتاني يوم الصبح صاحبتها زينب بتجيلها عشان رايحة معاها تقابل صديقها إسحاق، وبتقول لها أنا شفت الخالة خديجة رايحة مع أم الجنازة ويلا بسرعة نروح مشوارنا ونرجع قبل ما يجوا. وضحى كان شكلها تعبان جدا وفي حالة ذهول، ولما زينب بتسألها مالك بتقول لها إن في حاجة وحشة حصلت لها الليلة اللي فاتت، فبتسألها ايه هي، فبتقول لها الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها امبارح حصلت لها. زينب بتخاف وبتلطم على وشها وبتقول لها عشان تريقتي على الميتة حصلك زيها، وبعدين بتعتذر لها وكانت هتتصل بأهلها عشان تقول لهم بس ضحى بترفض وبتعرفها ان لازم الموضوع ده يبقى سر بينهم بس. وزينب بتقول لها بدل ما يحصل لك زي اللي حصل للبنات اللي قبلك وتموتي زيهم لازم نروح للشيخ المعالج. وساعتها بيسمعوا حاجة تقع لان يعقوب بيجسس عليهم ووقع عشان خاف لما سمع عن الشيخ. بعدها زينب بتكمل كلامها وبتقول لها في قرية كراج اللي جنبنا في شيخ معالج كويس قوي وما فيش حد مريض دخل بيته الا وطلع كويس وكأنه ما كانش مريض. والشيخ ده كان في كلام منتشر عنه بيقول فيه ان كل شخص معاه جن ممكن يكون كويس وممكن يكون شرير ويبقى سبب في مرضه وشقائه، وبتقول لها انه بيعالج المرض من غير فلوس ولو علاجه ما جابش نتيجة هوديك لدكتور نفسي. ضحى ما كانتش موافقة تروح للشيخ بس بعد اصرار من زينب بتوافق، وبنعرف ان يعقوب سمع كل كلامهم. وفي قرية كراجي بنشوف الشيخ صالح بيعالج راجل ممسوس عشان عليه عشيرة من الجن عددهم 216، والشيخ بيعالجه وبيقرأ عليه قرآن ورقية، والجن اللي مستحوذ عليه بيقوله هخلص عليكم واحد واحد عشان جدك هرب من عندنا. والراجل الممسوس شكله بيتغير لمرعب وبيقوله ما تفتكرش ان لو سبت الجسد وعشيرتي هتسيبكم في حالكم، دي هتفضل وراكم لغاية ما تكفركم. بس الشيخ بيستمر في الرقية لغاية ما بيعالج الراجل الممسوس. وبعد ما الراجل الممسوس بيمشي زوجة الشيخ بتقوله ان في بنتين من قرية سراكان عايزين يستشيروه، وصالح بيقول لها انه زهق من اهل القرية دي عشان مش مصدقين اللي بيحصل لهم ومش عايزين يتعالجوا.
فبتقول له معلش شوفهم المرة دي، وبيضطر يشوفهم. ولما بيدخلوا زينب بتقول له صاحبتها عندها مشكلة وعايزينك تساعدها. الشيخ مش بيبص لهم ومش بيرد عليهم، فضحى بتقول لها غطي شعرك، فبيقلعوا طرحة وبيلبسوها بطريقة تانية. طب بالنسبة للسقان اللي باينة دي عادي يعني؟ ايه الدماغ دي؟ الشيخ بيحضر عدة الشغل وبيكتب شوية كلام في ورقة وبيبلهم في المية، وبيولع في الورقة وبيجيب قشر البصل ويحطه على العصاية اللي في ايده وبيهزها ناحية الباب، والباب بيتفتح والشيخ بيتمتم بكلام وبينده على جن اسمه هارون، والجن ده مخويه وبيساعده. ساعتها بيظهر جنبه وبيوشوشه، والشيخ صالح بيحكي لهم ليه الجن متسلط على القرية دي وليه بيخطف ولاد الستات اللي حملوا منه، وبيقول ان الجن كان عايش على الارض من قبل ادم وحواء، ولما نزلوا على الارض وابليس كمان اتطرد من الجنة، في الوقت ده الجن والشياطين كانوا بيظهروا عادي وكانوا عايشين على الارض زي ادم وحواء وذريتهم. وكان في ست اسمها ليلس حبت ملك الجن اللي اسمه النمرود، وفي ناس بتقول انها حبت ابليس نفسه وخلفت منه كتير جدا، وبعدين ربنا ارسل لها 3 ملايكة عشان يحذروها وينهوها من جوازها من الجن والخلفة منه، بس هي رفضت واستمرت في الانجاب والجواز من الجن والشياطين، وعقابا ليها كل يوم كان بيموت من ولادها 100 طفل، وهي وابليس وذريته من الجن اقسموا ينتقموا من ذرية ادم، عشان كده استحوذوا على نساء القرية دي وكورة كتير وخلفوا منهم وبقوا يخطفوا اولادهم عشان عايزين يبقوا اكتر من البشر، وكمان بيتسببوا في موتهم في يوم الولادة. الشيخ صالح بيكمل كلامه وبيقول ان الجن والشياطين بيتغذوا على ذنوب الانسان وخوفه، يعني بيستحوذوا على الانسان المذنب العاصي. زينب بتقول له هما مالهم ومال صاحبتي، هي عملت ايه عشان يتسلطوا عليها؟ وليلس مالها ومال ضحى؟ صالح بيقول لها ان صاحبتك عملت حاجه غلط مع صديقها قبل ما يتجوزوا، فبتبص لها وتقول لها لعنتوس. الشيخ بيحذرهم من المرايه وبيقول لهم ان ليلس عايشة في المراية وبتيجي للستات اللي بيبصوا لنفسهم في المراية بنظرة اعجاب، ولما ضحى بتجيلها مكالمة من صديقها الشيخ بيقول لها لازم تقطعي علاقتك بيه خالص والا الجن اللي اتسلط عليكي هيأذيكي ويأذيه، وبيعرفها ان الجن المتسلط اسمه زفار ومن ذرية ابليس. زينب بتقول له ايه الحل؟ فبيقول لها الحل انها تلاقي جن مسالم يعترف بوجود الطفل اللي في بطنها، هو يقصد يعني تلاقي اب تاني للطفل. فبتقول له ده هجيبه منين ده؟ وساعتها الفيلم بينقلنا لمشهد تاني وبنشوف يعقوب عمال يعيط ويتمتم بكلام مش مفهوم على صورة ضحى، وإسحاق بيفضل يكلم ضحى كتير بس مش بترد عليه، مش بيزهق وبيفضل مصمم يكلمها، وفي الآخر بترد عليه وبتنسى تحذير الشيخ ليها، وإسحاق بيقول لها هو مستنيها ولازم تروح له، ومن غير ما أمها وأبوها يلاحظوا بتروح تقابله في نص الليل، ويعقوب كان بيراقبها ومشي وراها، فبتغير طريقها وتدخل حظيرة أغنام وتاكل من فضلاتهم عشان تأكل وتغذي طفل الجن، وهي راجعة بتشوف يعقوب بيراقبها وبتضربه وتقوله انه كان عارف ان في جن متسلط عليها لما دخلته البيت وقالت له يشوف لو كان في حاجة غلط في البيت. بعدها بتحذره من مراقبتها ومشي وراها، ولما تطلع غرفتها بتغسل سنانها من فضلات الاغنام اللي كلتها، وبعد ما بتروح عشان تنام بتحس بألم في معدتها، ومن صريخها امها وابوها بيروحوا لها، وابوها بيعرف انها حامل وبيوبخها على عمتها وبيقول لها لعنتوس جبت لنا العار. بتصحى من النوم لانه كابوس، وفي الاخر بنشوف امها المهملة قاعدة معاها وبتطبطب عليها. وفي وقت تاني لما كانت رايحة للشيخ بتغير طريقها وبتروح تقابل اسحاق وبيلومها عشان بقالها 8 شهور مش بتكلمه ولا بتقابله، وبيقول لها تواصلت بامك وابوكي عشان اجي اطلب ايدك بس قالوا لي انك رافضه الجواز مني، وهي بتقول له انها ما بقتش تحبه ولازم يبعدوا عن بعض. ولما بترجع بيتها وبتقعد في غرفتها بتكون حزينة على اسحاق والكلام اللي قالته له غصب عنها. اما يعقوب كان قاعد في بيته وبيعمل تعاويذ وسحر على صورة ضحى وبيعدي الوقت، وضحى بتقول لزينب انه عدى 9 شهور و10 ايام على حملها، بس مفيش حد يعرف من اهلها ولا اهل القرية لان بطنها مش بتكبر، وامها بتجيب لها مشروب بتحبه بس مش بترضى تشربه لان الشيخ صالح قال لها ما ينفعش تاكل من الاكل اللي البني ادمين بياكلوه،
ولازم تتغذى على بواقي العظام وفضلات الحيوانات، لان ده اكل الجن وهي طبعا حامل في ابنهم، فلازم تاكله من اكلهم. وبنلاحظ ان زينب شكلها اتغير كانها ست مسنه، لان الشيخ صالح قال لها ان طفل الجن بيكبر في الرحم خلال 9 شهور و10 ايام، وفي وقت نموه جوه جسم الام عمر الام بيكبر، ولحظه موتها بتيجي ساعه الولاده. بعدها زينب صاحبتها بتصبرها وبتقول لها اكيد الليله هترتاحي من الهم ده، والشيخ هياخدك المقبره عشان تتخلصي من ابن الجن اللي في بطنك. وبتقول لها بعد ما تتخلصي منه لازم تمشي على طريق المستقيم وتصلي وتتجوزي اسحاق وتعيشوا مع بعض في الحلال. ودلوقتي بنشوف الشيخ صالح واخدها وداخلين المقابر، ويعقوب برضه بيراقبهم، والجن بيروح لها غرفتها ومش بيلاقيها، فبيدور عليها في كل البيت، ولما مش بيلاقيها بيفضل يصرخ. يعقوب بيروح لبيت ضحى وبيشوف الجن وبيقول له على مكانها. وفي المقابر بعد ما الليل دخل الشيخ بيدي ضحى عباية سودة اشتراها لها، وبيقول لها تلبسها وما تقلعهاش خالص، وما تخرجش من المقابر خالص الا بعد اذان الفجر، حتى لو سمعته هو اللي قال لها تخرج. وبيقول طالما انت موجوده هنا مع ان حملك تم 9 شهور و10 ايام يبقى انت بخير وفي امان. وبنشوف الشيخ بيحضر الجن الطيب اللي هيتجوز ضحى، لانه قال لها في الاول الحل الوحيد انك تلاقي اب من الجن للطفل اللي في بطنك، وبعد ما تتجوزي وتولدي تديله المولود كضحيه، وكده مش هتموتي زي اللي ولدوا وماتوا قبلك. ودلوقتي بنشوف الخيالات السوداء منتشرة حواليهم في المقبرة، والشيخ بيحرق ورقة مرسوم عليها أشكال غريبة، وبالعصاية اللي في إيده بيحضر الجن اللي مخويه عشان يساعده ما يدخلش الجن المؤذي اللي من نسل ليلس، وبينده عليهم وبيقول لهم بحق الله ملك السماوات والأرض ثم بحق سيدنا سليمان اللي كنتم بتسمعوا أوامره ومش بتعصوه، لازم تساعدونا وتحمونا من الجن المنحرف عن الطريق المستقيم. وبيفضل ينده عليهم ويقول لهم عشان خاطر سيدنا سليمان عليه السلام. وفجأة ضحى بتسمع صوت حبيبها إسحاق بينده عليها، بتستغل انشغال صالح بالدعاء وبتروح تشوفه، بس مش بتخرج من المقبرة. وإسحاق بيقول لها انت اكيد اتجننتي عشان تدخلي مكان زي ده في الساعة المتأخرة دي، ولازم تخرجي عشان اسلم عليكي لاني مسافر. وبيقترح عليها تسافر معاه، وهي بتقوله يمشي دلوقتي وهي هتشرح له كل حاجة في وقت تاني. ولما بتلاقي اطياف من الجن الصالح بتحوم حواليها عشان تحميها بتعرف ان ده مش إسحاق، فبتسأله ازاي عرفت مكاني، فبيقول لها انه كان رايح عند بيتها وقابل يعقوب وقال له على مكانها، وهي تصرخ فيه وبتقول له يمشي لانها عرفت انه مش إسحاق. وساعتها بيتحول وبيقول لها مش هتقدري تهربي مني، وهي بتجري بسرعة وترجع للشيخ تاني وبتترعب وتصرخ لما بتشوف جن قاعد جنبه. الشيخ بيطمنها وبيقول لها تقعد جنبه وما تخافش. وبنشوف قبيلة الجن اللي ضحى هتتجوز منهم كانت رايحة جاية في المقبرة عشان تشوف وتشهد على جوازها، والشيخ بيسألها 3 مرات لو ليها اي طلب، وضحى بتقول له لا. ساعتها الشيخ بيقول لعريسها من الجن بنتنا ملهاش اي طلبات غير المهر المسمى بينهم، وبيقول للجن هيتم نقل حقك عليها ليها، يعني الجن مش هيبقى ليه عليها حقوق شرعية، وعقد الجواز هينتهي بمجرد ما الزوج يستلم الطفل اللي في بطنها. وبعد ما تم الجواز الشيخ بياخدها لمكان تاني جنب المقبرة عشان حاسب بألم الولادة، وبيشوف الجن اللي اعتدى عليها وبيقول له يسيبها في حالها عشان هي بقت على ذمة جن تاني اسمه داوود، وداوود جن محترم وعلى الطريق المستقيم. ودلوقتي الطفل بقى عنده أب وأم بعد ما ضحى اتجوزت بعقد شرعي. الجن بيقول له أنا أبو طفل، وصالح بيقول له أنت استحوذت على ضحى واتجوزتها من غير عقد شرعي ومن غير موافقتها، ولازم تمشي وتسيبها في حالها وإلا هيحرق المولود. ساعتها الجن بيخاف ويمشي وهو عمال يصرخ. وبعد ما ضحى تولد الشيخ بيقول لها لازم نوفي بالوعد وندي طفل لأبوه تاني من الجن، ويوم الجمعة يضحوا بحمل عمره 11 شهر. ولما أذان الفجر بيبدأ الشيخ بيسلم المولود للجن. وكده ضحى هتفضل عايشة لغاية ما تخلص الجزئين التانيين للفيلم. لو الفيلم عجبكم وعايزين تعرفوا ايه علاقة يعقوب بالجن وليه على طول ماسك صورة ضحى وبيعمل عليها سحر، قولولي في التعليقات عايزين الجزء التاني. وما تنسوش الاشتراك والشير واللايك الجميل.